من ألذ وأروع المعسّلات اللي ممكن تحضروا هي هاد المعسّلة أو هاد الميني كنافة بكريمة البيستاش. كتجي لذيذة ورائعة وكتجي معلكة، صراحة كتجي ولا أروع، راقية في الشكل ديالها وساهلة في التحضير. شوفوا لي التعليكة وندوزو للمقادير والطريقة ديال التحضير. في واحد الإناء عندي 75 غرام ديال الزبدة حيوانية اللي رديتها بور نوازيت، 75 غرام ديال البيستاش مطحون أو غبرة ديال البيستاش، وعندي 75 غرام ديال السكر الناعم، بيضة كاملة، وكنخلط مزيان هاد المكونات حتى كيتطلق او حتى كيتخلط مع بعضياتهم. كنضيف معلقه كبيره ديال الدقيق الابيض ومعلقه صغيره مع مرش ديال خميره الحلويات. كنمزج هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى تكون عندي كريمه ونوضعها في الجيب الحلواني. في اناء اخر كناخذ الكنافه كنحلها بلا ما نقطعها، نخليها هكا الشكل ديالها طويل، وكناخذ الزبده اللي كتكون دايبه بطبيعه الحال حيوانيه، كندوبها على شكل بوغ نوازيت، هي اللي خدمت بها الكريمه، وكنوضعها من فوقها وكنلبسها مزيان حتى كتلبس كلها بهاد الزبده. كناخذ المول سيليكون خديته على شكل مربع، كيبقى لكم الاختيار، خذوه كبير يعني ديروا غير واحده كبيره او فرديين مدورين، كيبقى لكم الاختيار. كنلبس هاد المربع او هاد المول بالكنافه، وكنعمر في الوسط بكريمه ديال البيستاش، كنعمرو تقريبا حتى للحد ديال الكنافه. كنزينها بالانصاف ديال البيستاش وكندخلها للفران اللي مسخن على 175 درجه، كنخليها حتى كتحمر وكتقرمش لي الكنافه وكنخرجها. وبالنسبه للسيرو فهو كاس ديال السكر مع نص كاس ديال الماء، كنخليهم حتى كيتعسل وكنسقي به الكنافه ديالي، كيجيو رائعين. ممكن تعوضوا الكريمه ديال البيستاش بالكريمه ديال اللوز، وبالصحه والراحه.